السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم في فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة مهم كالعادة، وهو ازاي اقدر اسافر بالسلحفة بتاعتي من مكان لمكان اخر. ده طبعا الذكر المصري اللي كان جاي لي عشان كان قاطع اكل وكان عنده رشح وكانت عينيه ورمه. فحبيت طبعا النهارده اخر يوم للذكر ده عندي، فحبيت ان انا اعمل لكم فيديو واشرح لكم كل حاجه بالتفصيل. طبعا ساعه ما الذكر جالي زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره، كان جاي لي عينه تعبانه جدا وعنده رشح واخد برد من الطريق، وما كانش بياكل خالص. الذكر ده قعد عندي لمده شهر. اوكي، ودي النتيجه الحمد لله رب العالمين. حبيت ان انا اصوره لكم وهو بياكل، وعملت لكم فيديو قبل كده. فانا قلت افطره قبل طبعا ما يسافر لصاحبته عشان طبعا يستحمل الطريق، فقلت ما اكله وكمان اعمل لكم الفيديو ده عشان تاخدوا يعني حضراتكم تاخدوا بالكم لو مسافرين مثلا رايحين مصيف، او باعتين السلحفه لحد، او مطلعين السلحفه مثلا تبني. لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي انا هقولها اثناء الفيديو. طبعا اللي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده، انا عملت له سلسله علاج. طبعا اديته فيتامينات وعالجت له البرد والورم اللي في عينيه، والحمد لله رب العالمين. الف حمد والف شكر يا رب العالمين انه كمان الفيتامينات فتحت الشهيه عنده زي ما حضراتكم شايفين، وبقى ياكل بسم الله ما شاء الله. وده طبعا في حد ذاته انجاز وتوفيق من عند رب العالمين. بجد بجد الذكر ده تعبني جدا، لانه كان يعني العلاج خد حوالي اسبوع كده، اللي هو بتاع الرشح والورم بتاع عينه، وخف وكان بيتحرك ويمشي وكل حاجه، بس كل ما احط له الاكل كان بيسيبه ويمشي. فالموضوع ده كان بيجنني انا شخصيا. طيب انت كويس وخفيت، مفيش برد ومفيش ورم في عينيك ولا اي حاجه، طب ما بتاكلش ليه؟ فيا عيني السلحف الله اعلم هو كان شايف ايه قبل ما يروح لصاحبته. فالسلاحف بتبقى خايفه من كتر البهدله اللي بتشوفها والتخبيط، وبيجوا طبعا متهربين في شكاير. وحضراتكم شايفين كمان الصدفه بتاعته كانت مكسوره، والكسر ادى لتعفن في الصدفه، وبعد كده الكسر نشف. فالسلحف ده شاف حاجات كتير جدا. فاللي عايزه اقوله لكم اثناء الفيديو قبل ما ندخل على طريقه الشرح، ان انتوا تطولوا بالكم على السلاحف. السلاحف بتشوف بلاوي بجد يعني كتير جدا بتصادفها في رحله التهريب او رحله العذاب. فاحنا نطول بالنا ونعامل السلاحف نتقي الله فيها، نطول بالنا على الاخر لغايه ونجرب مع السلحفه كذا طريقه، ولغايه ما السلحف ياكل ويخف ويتعالج ويتعافى ويكون كويس. يعني مسافه ما السلحف اتعافى وخف وحس بالامان وتعود عليا وعلى السلاحف، ابتدى ياكل. فالحمد لله والشكر لله رب العالمين، والتوفيق من عند رب العالمين في الاول وفي الاخر، وان الواحد بيتقي الله فربنا بيوفقه للي فيه الخير. هنيجي بقى لموضوعنا. اول حاجه عايزه انبه عليها ان احنا لو هنسافر بالسلحفه او نبعتها في مكان، ممنوع ان احنا نبعتها في قفص مفتوح زي ده، ممنوع. ليه يا طنط نانا؟ لان طبعا ساعه ما جالي انا وريتكم الصوره، هحطها لكم تاني على الشاشه. هنا بسم الله ما شاء الله شايفين الانف نشفت، العينين بقت مفتحه، الصحه بقت تمام بعد العلاج. اما كان جاي لي في القفص ده كانت عينيه ورمه ومناخيره كلها رشح. ليه يا طنط نانا؟ عشان اكيد خد الهواء كله اثناء الطريق من الشبابيك طبعا. من السبت ده الهواء كله دخله. طيب ايه الطريقه الصح يا طنط نانا؟ الطريقه الصح ان احنا نجيب كرتونه زي ما حضراتكم شايفين كده، تكون كرتونه جامده ومحكمه، ونكون فرشين فيها قطعه قماش او قطعه سجاد ايا كان، على اساس تحميه طول الطريق لو عمل بول. زي ما دكتوره مها كانت بعتالي السلحف بتاعها، كانت بعتها في الكرتونه وحاطه تحته قطعه سجاد. فطبعا مش السلحف ده، لا السلحف الذكر اليوناني. اما ده المصري انا بشرح لكم عليه عشان النهارده اخر يوم ليه عندي. بجد انا اتعلقت بيه لاني تعبت فيه جدا وعشت معاه شهر كامل، 30 يوم او اكتر كمان، يعني يمكن شهر واسبوع. يعني تعب وعلاج وحاجات. فالحمد لله الحمد لله رب العالمين. هنا طبعا كاتبين لي بتتفتح من هنا، لان هم كانوا مقفلينها جدا وكانت محكمه، وكان كويس جدا ان هم عملوا كده. الف شكر للدكتوره مها بجد. والسلحف جالي بسم الله ما شاء الله ما عندوش برد وسليم وما فيش اي حاجه. هنا برضو زك تاني السلحفاه لما بيسالوني نعمل ايه يا طنط نانا، بقول لهم ابعتوها في كرتونه وتحتها قطعه قماش عشان تمتص اي بول السلحفاه تعمله اثناء الطريق وكده، وتكون الكرتونه مفتحه من فوق زي ما حضراتكم شايفين. اظن الموضوع سهل مش صعب. حبيت الفت نظركم عشان طبعا موضوع البرد لو في اوله بيتعالج، يعني ممكن بالقطره والتشميس البرد يروح. اما لو البرد طول
صعب جدا، هندخل في متاهات تانية وهنحتاج مضاد حيوي، والقطره مش هتجيب نتيجه ولا هتاثر فيه خالص. يبقى القفص ده اصلا مخصص للعصافير مش للسلاحف خالص يا جماعه. يعني احنا ما بنبقى عايزين ننقل عصافير من مكان لمكان بنشتري لها القفص ده. اما سلاحف ليها معامله خاصه خالص يعني، لان بجد البرد بيبهدل السلاحف وبيأثر على صحتها وبيأثر على المناعه بتاعتها، وممكن لا قدر الله يقلب لامراض تانية كتير. فلما نحط السلحفه في كرتونه محكمه كده زي ما حضراتكم شايفين، بتبقى الموضوع سهل والسلحفه بتوصل بامان. اوكي، هنا طبعا انا كنت بشرح لكم عليها، وبعدين ايه قلت ما احط لها الاكل عشان طبعا يعني ممكن اثناء الطريق ما تاكلش، وممكن كمان اما ترجع اما يرجع عند صاحبته برده ما ياكلش لانه هيكون مغير المكان. بس الحمد لله هو وصل بالسلامه، وسالتها فقالت لي الحمد لله بياكل وتمام ومفيش اي مشكله، وبقى احسن ما كانت بعتهولي. تمام. فاللي عايزه اقوله لكم ان احنا لو هننقل سلحفه من مكان لمكان، زي ما قلت لكم كده نحطهم في كرتونه. وتاني حاجه لو السلحفه جات لنا عيانه او قطع اكل، نعالج المرض الاول وبعد كده نحسسها بالامان، لان هي يعني يمكن 90% من قله اكلها يا مرض يا خوف. لو مش مريضه يبقى خايفه، فما نحسسها بالامان السلحفاه ياكل لوحده، لان اكيد طبعا اي حاجه اي كائن حي ربنا خلقه بيبقى جسمه محتاج للاكل والشرب عشان يعيش الحياه. انتوا ما تيأسوش، يعني انا لو مثلا ما عنديش طولة بال وبعشق السلاحف كنت خلاص هزهق واقول لا خلاص انا السلحف مش راضي ياكل. اما انا كنت بحاول معاه يوميا وانوع له في الاكل واعرض عليه الاكل يوميا. يمكن انا عملت لكم بس كام فيديو كده اختصار المواضيع عشان ما اطولش عليكم، لغايه ما الحمد لله والشكر لله رب العالمين السلحف زي ما حضراتكم شايفين كده. بحب اوريكم كل حاجه تجارب عملي عشان نقدر نحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض ومن البهدله اللي بتشوفها. بحب اوريكم كل حاجه قبل وبعد. اللهم لك الف حمد والف شكر ان ربنا جعلنا سبب في ان السلحف ده يخف وياكل. ويمكن لو كان لسه عند صاحبته وانا مثلا ما كنتش اعوذ بالله من كلمه انا يعني خدته وعالجته، الله اعلم كان مصيره هيبقى ايه. السلحف بيفضل قاطع الاكل لغايه ما جسمه بيخس خالص ويضعف وجهاز المناعه عنده يضعف ويكون عرضه لاي مرض، وبعد كده للاسف الشديد ممكن نتفاجئ ان السلحف مات. اللي عايزه اقوله لكم وبقوله لكم وهقوله لكم في كل فيديوهاتي، اللي قد تربيه السلاحف يربي، واللي مش قد التربيه يا ريت ما يربيش. طبعا انا عشان ابعت للسلحفه لصاحبتها تاني في السبت اللي هي جايبه لي، عشان هي بتقول لي هو جاي لي هديه في السبت ده، فانا هحطها في شنطه بلاستيك واحط جواها السبت واحط السلحف بحيث احميها من الهواء اثناء سفره في الطريق. اوكي. وطبعا هيكون ده شكله، هيبقى السبت جوه كده في الشنطه البلاستيك والسلحف جواه، بس انا طبعا مش هحط سلحف دلوقتي الا وقت السفر. اوكي. وبيتمسك كده بسهوله. وطبعا بنوصي السواق كويس جدا ياخد باله منه عشان ما يتقلبش اثناء الطريق او اي مطب يقلب السلحف او كده، فناخد بالنا كويس جدا. بس ما ينفعش نهائي ان احنا نبعته في سبت مفتوح او قفص مفتوح او حتى كرتونه مفتوحه. ناخد بالنا من الحاجات دي كويس جدا، لان علاج البرد بيطول يا جماعه وممكن يقلب بالتهاب رئوي ونحتار بقى في علاجه. تمام كده. عايزه اطلب بقى من حضراتكم اللي لسه مكمل معايا الفيديو لغايه الوقتي، يا ريت ما ينساش يعمل اللايك الحلو وكمان الكومنت الحلو ويعمل شير لكل اصدقائه عشان نعمل توعيه في تربيه السلاحف ونحافظ عليها من الموت ومن الانقراض. بجد السلاحف مظلومه جدا، بيشوفوا يعني بيشوفوا بهدله غير عاديه ويلا الحمد لله على كل شيء. ربنا يعيننا ويقوينا ان احنا نكمل رسالتنا على خير.